السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. لو اول مرة تشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديدة. وصفتنا النهاردة صينية سمك بلطي في الفرن، سهلة وسريعة من غير شوي ولا قلي ولا دخان، وتقدري تعتمدي عليها في عزومات رمضان. من أجمل وأسرع الوصفات اللي قدمتها للسمك على قناتي. في الفترة اللي فاتت قدمت أكتر من وصفة للأسماك، هسيب ليكم الروابط في صندوق الوصف. وصفات جميلة ومناسبة جدا لعزومات رمضان. هنضف السمك من جوه ومن بره وأرجع أغسله تاني بالخل والملح والليمون. هعمل فتحات للسمك من الجنب بالشكل ده عشان التتبيلة توصل لها بسهولة، وكمان يبقى شكلها حلو في التقديم. وانتي بتنضفي السمك ما تشيليش الراس، افتحيها من جوه ونضفيها تنظيف حلو، هيبقى شكلها احلى. هخلص كمية السمك اللي موجودة عندي بنفس الطريقة ونحضر التتبيلة. التتبيلة لكيلو سمك او 5 حبايات: 3 فصوص توم، حباية فلفل اخضر وسط، نص معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة ملح، عصير ليمونة، معلقتين كبار خل ابيض. هفرم المكونات مع بعض واضيف الخل وعصير الليمون. التتبيلة دي انا بعملها بتفضل عندي فترة طويلة في التلاجة. بستخدمها كمان للسمك المقلي والمشوي والبتنجان المقلي والفلفل المقلي، وكمان البتنجان المخلل، يعني تتبيلة مناسبة جدا. هتبل السمك من جوه ومن بره. هوصل التتبيلة لكل قطعة في السمكة، وكمان في الشرايح اللي عملناها بالسكينة عشان التتبيلة تخش قلب السمك بسهولة. وبالتتبيلة دي ونفس الطريقة كده بالظبط ممكن نقلي السمك، بس السمك لو هتعمليه مقلي هتسيبيه في التتبيلة حوالي ساعة الا ربع عشان ياخد من التتبيلة كويس والفص بتاعه يبقى طعمه حلو. السمك ممكن تقدميه جنب رز صيادية او رز بالبصل او رز بالشعرية. وهسيب ليكم رابط الرز بالشعرية والرز بالبصل في صندوق الوصف. هخلص الكمية اللي موجودة عندي بنفس الطريقة. السمك اللي هيدخل الفرن مش هنسيبه في التتبيلة وقت كبير، هنسيبه بس في التتبيلة لحد ما نجهز البصل وباقي المكونات، لانه طبيعي بياخد وقت كفاية في الفرن. لكيلو السمك معايا حبايتين بصل وسط هقطعهم جوانح، 4 حبايات طماطم هقطعهم مكعبات، بصلة وسط هبشرها، حباية فلفل اخضر متقطعة مكعبات، فلفل حامي وده اختياري، واضيف معلقة ونص صغيرة ملح. اظبطي الملح على طريقتك، وما تنسيش ان السمك متبل، يعني الملح اللي هنضيفه للخضار بس. وكمان نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة، ربع كوباية زيت، وكمان هضيف نص معلقة صغيرة من تتبيلة السمك.
عشان فيها توم هتديني ريحة حلوة، وخلي بالك من الملح. ونص كوباية كزبرة خضراء، وأقلب المكونات مع بعض. ممكن تستغني عن تتبيلة السمك وتضيفي فصين توم مفرومين. التوم هيديكي ريحة وطعم حلو. هنجهز الصينية اللي هتدخل الفرن. انا عشان استخدم صينية الفرن الكهربائي ففرشتها ورق ألمونيوم عشان ما تبقاش صعبة في الغسيل، تبقى سهلة معايا. عشان الصينية بتكون صاج والسمك ممكن يلزق فيها بسهولة، وده كسل يعني عادي. هضيف نص كمية الخضار لأرضية الصينية وعليها رص السمك. هرص كمية السمك اللي موجودة معايا، وعلى الوش انزل بباقي الخضار. ارص الخضار على الوش بشكل حلو، وادخل الصينية فرن من غير شواية على درجة حرارة 150. هتاخد معاكي وقت من نص ساعة لساعة الا ربع، وتقدري تتابعي التسوية من وقت للتاني، عشان بتفرق يا جماعة من نوع فرن للتاني. وبعدين اشغل الشواية تاخد لون حلو. وهنا صينية السمك بعد ما طلعت من الفرن، هزينها برشة صغيرة من الكزبرة الخضراء. هي اساسا شكلها جميل ويفتح النفس ومش محتاجة تزيين، بس انا لازم اضيف التاتش بتاعي. هضيف السمك لاطباق التقديم. السمك ما شاء الله طعمه وريحته تحفة، والتتبيلة مظبوطة وواصلة للسمك بشكل حلو. وهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصل ليكم يوميا اشعار بوصفة جديدة من وصفات رمضان. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.